حققنا الإنجاز ولله الحمد، وهذا توفيق من رب العزة والجلال. لم نحققه من ضربة حظ أو بعمل جهد سواء إداري أو فني أو لاعبين داخل الملعب. البطولة تريد لها مهر، ومهرها معروف للجميع: الجد، العمل الدؤوب، لاعبين أفذاذ، قيادة إدارية جيدة، قيادة فنية جيدة. مدرسة الهلال بحي الملك فهد بشمال الرياض. في مدرسة الهلال تحت إشراف سمو الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير، والذي تبرع بها مشكورا وجلب لها أفضل المدربين، وعلى رأسهم المستر بروشتش الغني عن التعريف. بعد أن استعان الهلال باللاعبين الشباب في دعم صفوف الفريق الأول، تبلورت فكرة إنشاء مدرسة للكرة تضمن تدفق لاعبين مؤهلين منذ الصغر. فقد تولى سمو الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير عام 1400 للهجرة الفكرة ودعمها ماليا، واستخدم بروشتش المدرب اليوغوسلافي لتدريب الناشئين. وكان لهذه المدرسة دور كبير في صنع نجوم كبار انضموا إلى الفريق الأول وزادوا من عطاء وقوة الهلال خلال 14 عاما متواصلة. ومن أشهر خريجي مدرسة الهلال للكرة يوسف الثنيان وعبد الرحمن اليوسف وعبد الرحمن التخيفي وفهد العشاوي وعبد الله البرقان ويوسف جازع وسامي الجابر والعديد من نجوم الهلال. وقد تعاقب على رعاية المدرسة كل من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان الذي اهتم بقطاع الناشئين في النادي، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان والذي عني بقطاع الشباب. بدأ هذا العمل إنشاء مدرسة الهلال عام 1400، وكانت الفكرة منه أنه عمل قاعدة لهذا النادي العريق تكون على أسس علمية صحيحة وتحت أعلى مستوى من الكوادر الفنية. استخدمنا المدرب العالمي بروشتش، وكذلك المدرب العالمي كوبالا والكابتن طه الطوخي وعدد كبير من المدربين الوطنيين لهذا العمل. وأعتقد لله الحمد أننا حققنا نجاح لا نستطيع أن نقول الكمال، ولكنه نجاح مقبول. قدمت هذه المدرسة وجيه نجوم كبيرة خدمت النادي وخدمت الوطن أيضا. لا أستطيع أن أحصرهم جميعهم، ولكن أستطيع أن الذي يحضرني الآن من اللاعبين مثل الكابتن يوسف الثنيان الكابتن نادي الهلال الحالي، وسامي الجابر وخالد التيماوي وفيصل أبو اثنين، وكثير من اللاعبين الذين الآن لا يوجدون على الساحة الرياضية، ولكن كانوا نجوم في النادي الهلال ونجوم في المنتخب. أعتقد أنه عمل جيد ولا زال له الحمد الآن يواصل مسيرته ونجاحه، وحقق هذا النجاح هذا العمل نجاح كبير أثرى الساحة الهلالية بكثير من المواهب المبنية على أسس سليمة صحيحة تقود النادي إن شاء الله لمنصات التتويج. وهذا الجهد لا أختص به وحدي، ولكن يختص به جميع الهلاليين ككل، وكلنا يد واحدة وكلنا نبني لنادينا، وهذه ميزة الهلال. ولكن عندما يكون الطرف الهلال تتغير اللغة. عندما تقابل أي فريق، عندما يقابل الزعيم هناك لغة تختلف. الزعيم معروف اسمه زعيم، لم يأتي من فراغ، أتى من البساط الأخضر وطلوع المنصات. ما هو سر تواجد الهلال في جميع نهائيات هذا الموسم؟ قوة الهلال، إدارته بكل وضوح وكل تجرد، جماهيره، روح لاعبينه، الكم الهائل من النجوم سواء الواعدة أو المخضرمة يتمتع بها الفريق. هذا فريق يتمتع بميزات كثيرة، من الطبيعي أن يكون متواجد في كل شيء، وخلف الجمهور العظيم الذي يصفق له. والحمد لله تعودنا في نادي الهلال أنه
نحن والمنصات صنوان. ايش كان الحديث بينك وبين لاعبي الهلال في غرفة البدلاء؟ الحقيقة قبل المباراة ولا بعد؟ قبل وبعد. قبل تكلمنا معهم وقلنا أنتم أمام البطولة وبعد المباراة ورجالها وأمامكم، فأنتم لها، ما بينها وبينكم حاجز إلا أداءكم، والحمد لله حققوها. بعد المباراة باركنا لهم وقلنا لهم لم تأتون بشيء غريب، سبقكم به أجيال وأنتم الجيل الذهبي الحاضر الآن، وسيخلفكم أجيال بإذن الله. ألف مبروك سمو الأمير. حياك الله، ألف شكر. الكرة السعودية سمو الأمير بندر بن محمد، وتهنئة حارة بصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز نائب الرئيس العام لرعاية الشباب، وابتسامة من سمو الأمير أيضا نواف بن محمد رئيس اللجنة العليا المنظمة لهذه النهائيات. إهداء هلالي، شوف شكل الهلال مكتمل اليوم تماما، بدر مكتمل 15. الميدالية الذهبية لسمو الأمير بندر بن محمد، مبروك. يوسف ليان يتقدم لاستلام الكأس، وتهنئة حارة من سموه الكريم، مبروك مبروك مبروك، والحمد لله على توفيقه. ويوسف يرفع الكأس الهلالي عاليا، يرفع الكأس الهلالي عاليا، والجمهور أيضا يعبر عن سعادته بهذا الانتصار الهلالي الكبير على مستوى القارة الآسيوية. وللرياضة السعودية تاريخ حافل في كرة القدم الآسيوية. تستاهل يا هلال، وتستاهل يا أبو يعقوب وكل زملائه اللي أمتعونا ووسعوا صدورنا أيضا، رغم أن الفريق الياباني سجل هدف في بداية الشوط الثاني. اكتمل بدرا اليوم، غاب بصير أو لعب، يظل الهلال بطلا، وعلى رأس كرة القدم الآسيوية المنتخب السعودي الأول، الهلال السعودي بطل كأس السوبر لقارة آسيا لعام 1417 1997 للميلاد. وفي بداية اللقاء رحب صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز بأبنائه الرياضيين أعضاء فريق نادي الهلال، وأشاد بهذا الإنجاز الطيب الذي تفوق به نادي الهلال السعودي على أقرانه من أبطال آسيا، وأن هذا الإنجاز الذي تحقق له هو مقياس لما وصلت إليه الحركة الرياضية في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. ومما لا شك فيه أن أي إنجاز أو بطولة يحققها منتخب المملكة أو أي نادي رياضي في بلادنا الغالية هي مفخرة لكل مواطن سعودي، وليس هذا بمستغرب على أبناء هذه البلاد العزيزة، فقد تحقق لها من الإنجازات الكثير في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي. وخير مثال لنا جميعا ما حققه منتخب المملكة من بطولات على المستوى الآسيوي، ووصوله إلى التصفيات النهائية لكأس العالم لمرتين على التوالي. كما هناهم سموه على هذا الإنجاز، حثهم على بذل المزيد من الجهد والتحلي بالأخلاق الإسلامية الحميدة، وزودهم بنصائحه القيمة. عقب ذلك قدم صاحب السمو ولي العهد لرئيس نادي الهلال ولاعبي نادي الهلال وأعضاء الجهازين الإداري والفني جوائز قيمة بهذه المناسبة. ثم قدم سمو رئيس نادي الهلال الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير هدية تذكارية لسمو ولي العهد. بعدها التقطت الصور التذكارية مع سموه، وحضر الاستقبال صاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز آل سعود. الكأس الذي قام الكويتي فيصل محمود مدوح بتصميمه، وهنا يستعد يوسف الثنيان قائد المنتخب السعودي وقائد فريق نادي الهلال، ويتسلم كأس بطولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأندية أبطال الدوري، ويرفع الكأس عاليا. هذا الكأس الذي استوحي تصميمه من الخوضة العربية القديمة ورأس المنارات الإسلامية. هذا وقد وصلت بعثة الفريق الهلالي إلى الرياض مساء يوم الاثنين الماضي، حيث استقبلها جمهور غفير. سمو الأمير بندر بن محمد رئيس نادي الهلال، بداية نهنيكم ونبارك لكم هذا الإنجاز، ايش كلمتكم للجماهير الرياضية؟ نشكرك على التهنئة، والحمد لله على هذا الإنجاز الذي تحقق للوطن
وأتمنى إن شاء الله أن نكرر الإنجازات الأخرى، وليس غريب على أبناء الهلال تحقيق هذه البطولات، فهم عودونا دائما على هذا التحقيق. أتمنى إن شاء الله أن تتكرر الإنجازات في مشيئة الله. سمو الأمير بندر بن محمد رئيس نادي الهلال، الله يحييك، وجودك طال عمرك وتشريفك هو الشرف العظيم لنا اليوم يا طويل العمر. الله يخليك، ذكر ان شاء الله ويديمك علينا. الله يحييك. نعم. الله يحييك ويطول عمرك. الله يحييك ويخليك. طعمك من ابنائك طال عمرك. الله يحييك ويخليك، ذكر ان شاء الله. هذا النمر الله يحييك. الله يطول الله بقي عمك. سعد بن عبد العزيز الله يقطع. الآن يسلم خادم الحرمين الشريفين كاس بطولة دوري كاس خادم الحرمين الشريفين إلى اللاعب الكبير الكابتن يوسف ثنيان، الذي يرفع الكاس عاليا وسط تصفيق وتشجيع حاد من جماهير الهلال التي احتشد بها استاد الملك فهد الدولي في الرياض. إنه إنجاز كروي رائع لأغلى كاس ولأهم بطولة على مستوى المملكة العربية السعودية، وختام لأهم وأكبر دوري وأقوى دوري على مستوى الوطن العربي. مبروك لنادي الهلال، ألف مبروك هذا الإنجاز، وحظا أوفر لنادي الشباب ولبقية أندية المملكة العربية السعودية. كأس الدورة البطل عبد الله السريدة يتسلم في هذه اللحظة كأس الدورة، دورة الصداقة الدولية من يد حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير حفظه الله. مبروك للأزرق، ألف 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 مبروك على هذا الكأس وعلى هذا المستوى وهذا الأداء الكبير الرائع اللي ظهر فيه نجوم الهلال. مو غريب على الأزرق، مو غريب على عميد البطولات أبدا. 28 بطولة وهذه 29، وعدوا الباقي وعليكم الباقي، عدوا للأزرق. فريق فعلا يستحق التقدير ويستحق الحقيقة الإشادة فيه. وصاحب السمو الأمير بندر بن محمد رئيس نادي الهلال يصافح سمو الأمير سلطان بن فهد. وهدية تذكارية، هدية تذكارية وفيها تقدير ووفاء من نادي الهلال لراعي الرياضة، وتهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل وثنيان، وتصفيق حار. مبروك للهلال الذي تأسس عام 1377-1957، وهو أول نادي سعودي تتم تسميته بأمر ملكي في يوم 21/5/78. وهو ثاني إلى ملعب مع زميل أحمد حميد والحميد وسمو الأمير بندر بن محمد بن سلطان بن سعود الكبير. مساك الله بالخير طول العمر. ألف مبروك. كلنا غلطنا واحدة بواحدة. ألف مبروك الفوز، وأترك الميكروفون بينك وبين الزميل أحمد. طال عمرك. تفضل. طول عمرك، ماذا تقول بهذه المناسبة السعيدة وهي فوزكم بكأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز رحمه الله؟ الحمد لله على التوفيق، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى ان حصلنا على بطولة تحمل اسم غالي علينا، غالي على الوطن ككل والرياضيين في شتى انحاء العالم. تعني لنا الكثير، اولا انه تعطينا نوع من الاستقرار، ونبدا الموسم بخطة ثابتة. تعرف البطولة لها ايجابيات ولها سلبيات، من ايجابياتها انها تعطي اطمئنان، تعطي سير بيضاء، وايجابياتها قد تكون قليله، انه ممكن ندخل الفريق بعض التعالي او هذا ان شاء الله غير موجود او الجهاز الفني، لكن الحمد لله على التوفيق، وهذه هي حال الكوره. وحلاوه البطوله ان اخذناها من بطل العرب
فريق الشباب الذي قدم وشرف الكرة السعودية وكان ند للهلال وفي فترات كان أفضل، والحمد لله على التوفيق وكتب مكتوبة لنا، هذا من فضل رب العزة والجلال. اهلا بكم من جديد معنا سيداتي وسادتي. نذكر الساده المشاهدين الذين يلتحقوا بنا الان بان الهلال تغلب على النصر في نصف نهائي كأس الملك عبد العزيز بهدفين مقابل هدف واحد على استاد الملك فهد الدولي. الى هناك سنتحول الان لملاقاة الزميل حسين شمري، والى جانبه اعتقد الامير بندر بن محمد رئيس نادي الهلال. حسين تفضل، الميكروفون معك. شكرا للزميل خالد ياسين وللزملاء في الاستديو، ويسرنا ان نبارك لسمو الامير بندر بن محمد رئيس نادي الهلال هذا الفوز. سمو الامير، كيف شاهدتم هذه المباراه؟ شكرا والحمد لله على التوفيق، ولا شك انها مباراه صعبه تجمع بين عملاقين الكره في المملكه العربيه السعوديه، والحمد لله على توفيق نادي الهلال هذه الليلة وكسبه لهذه المباراة. سمو الأمير، هل كنظرة تقنية للمباراة لقد شاهدنا الهلال لم يتحكم في المباراة في بداياتها، وهذا ما تحدث به السيد لوري. ما هي العقبات التي كانت في بداية المباراة واستطعتم أن تستغلوها حتى تنتهون إلى الفوز؟ كل واحد له وجهة نظره، ولوري لا شك يتكلم من جهة فنية أكثر منا وأعرف لأنه رجل فني، لكن في نظري أنه الهلال يعني يمكن أنه كان له لو أردنا أن نقسمها يمكن الهلال 60-65%، لكن وفرص الهلال كانت أكثر وكل شاهد. لكن أهم خاصة مباريات مثل هذه تعتمد على أشياء معينة، لأنها خروج المغلوب، والذي يتحكم في أعصابه ويوفق الله هو اللي يظفر دائما بالنتيجة هذه. سمو الأمير، سؤالنا عن محمد الدعيع لاعب القرن في آسيا، هل وقع العقد مع الهلال وما هي قيمة العقد؟ وقع العقد، نعم، وقعنا العقد مع اللاعب الكبير محمد الدعيع، ونتمنى أن نوفق، وقيمته ما هي خفية على أحد. هل هي زيادة عن 5 ملايين ونصف؟ لا 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 لا، أعتقد أنه اللي يعلن في الصحافة مبالغ فيه كثير، وواضحين احنا في 2.5 مليون لناديه، وما بين الهلال وبين اللاعب هذا شيء يخص اللاعب. نعم. نتركه لكم. شكرا سمو الأمير. أحب أنه الأرقام اللي وضعت أعتقد أنها مبالغ فيها كثير. مبالغ فيها؟ نعم. إذا شكرا سمو الأمير وألف مبروك. حياك الله، ألف شكر. شكرا. كان معنا سمو الأمير بندر بن محمد رئيس نادي الهلال، والآن أعود بكم للزملاء في الاستديو. شكرا حسين، وبالطبع ستبقى معنا ويبقى معنا محمد صقر لموافاتنا بالمزيد من المقابلات بعد انتهاء مباراة الهلال والنصر بتغلب الهلال بهدفين مقابل هدف واحد. الكاس يلمع والعين تدمع هنا فرحا، والهلاليون يتقدموا بعد قليل لاستلام كاس البطولة، كاس الملك عبد العزيز رحمه الله من يد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله صاحب السمو الأمير بندر بن محمد رئيس نادي الهلال. أعتقد أكثر واحد فرحان بهالبطولة هو أكثر واحد مبسوط بهالكاس صاحب السمو الأمير بندر بن محمد. أيضا من الناحية اليسرى يحاول سامي الجابر، يمر سامي الجابر وكرة تخبط في الجزاء، سامي يحاول وكرة بالعرض. أبطال الدوري 19 هنا في الرياض، والبطولة الثامنة الخارجية للهلال وال30 في تاريخه، ودرع تذكارية من سمو الأمير بندر محمد رئيس نادي الهلال إلى صاحب السمو الملك سلطان بن فهد بن عبد العزيز، وهو الذي كان خلف جميع هذه الإنجازات السعودية القارية والمحلية والعربية. مبروك للهلال. أفراد فريق نادي الهلال الآن يتقدمون لاستلام ميدالياتهم والاستلام كأس البطولة الغالي الذي انتزعوه من جيبولي أواتا الياباني الذي كان متقدما حتى الدقيقة 44 من زمن شوط المباراة الثاني. إنجاز للوطن ليلة الحصاد للأزرق، وهو يمثل الكرة السعودية هذا المساء. الجميع هنا الذي ندعو باسم الهلال لإضافة إنجاز تاريخي يضاف لإنجازاتنا الكروية. الحمد لله الحمد لله. الكأس الهلال ويوسف الثنيان يتسلم الكأس
من يد صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعايه الشباب وجه السعد السعودي، والذي ايضا يقف خلف هذا الانجاز، ومعهم رئيس نادي الهلال سمو الامير بندر بن محمد. اليوم الهلال الذي استضاف هذه البطوله يعتبر هو بطل هذه البطوله، وسيمثل المملكه وسيمثل اسيا ايضا في بطوله السوبر مع فريق شيموزو الياباني. ان شاء الله الى مزيد من الانجازات يا هلال، والف الف مبروك ايضا لصاحب السمو الملكي الامير نواف بن فيصل بن ضحك، هذا الرجل الذي ان شاء الله ستكون الانجازات معه باذن الله ودائم الحصاد. وقبلة من يوسف الثنائي من سمو الامير نواف بن محمد، الرجل الذي يقف دائما ايضا مع الانجازات الهلاليه ودائما معها. الف مبروك الف مبروك نقولها للجميع، لكل من شاهدنا في مباراه اليوم. نبارك ايضا لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الامين وسمو النائب الثاني، ولجميع من شاهدنا في هذا اللقاء. وشكرا شكرا لجميع المسؤولين الذين شاركوا معنا في نقل هذا اللقاء من اداره الاستاد ومن الاخوان في الاتحاد والاهلي من جديد على هذا الملعب يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. سمو الامير بندر بن محمد يصافح صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، ويحمل الكأس الغالية. ها هي الكأس الغالية طبعا، وكيف لا تكون غالية وهي تحمل اسم صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز، وكيف لا تكون الأحلى وقد عطرها صاحب الأيادي البيضاء بلمسة من يديه الكريمتين. فهنيئا بالفوز الكبير للهلال، وهنيئا بالفوز الكبير لجماهير الأزرق، هذا الفوز الذي له طعم لا يشبهه طعم بطبيعة الحال، وهذا الانتصار الذي له نشوة تفوق كل الوصف، مهما كان من وصف فلا يعوض هذه اللحظة التاريخية، مهما كان من إطراء فلا يعوض الصورة التي تجسدها شاشات التلفزيون. وكابتن فريق الهلال يحمل الكأس الذهبية، ولاعبو الهلال يصافحون صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، راعي هذا الاحتفال الكبير وراعي هذه المسابقة وراعي هذه البطولة التي توج فيها فريق الهلال جهوده ونال اللقب الغالي والعزيز.